السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض كيكه الحليب الغنيه عن التعريف. الكيك ده بيتعمل بكذا طريقه وبكذا مقادير، ولكن النهارده هنعمله بطريقه سهله وبسيطه وبمقادير موجوده في كل بيت، يعني تقريبا كده وانتي بتتفرجي معايا على الفيديو ان شاء الله تقومي تنفذيها بكل سهوله. الكيك ده ينفع تورتايه، ينفع جاتوه، حلو جدا. بس قبل ما نبتدي اتمنى ما تنسيش اللايك واشتراك في القناه لو اول مره بتشوفيني، ويلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا ايه. معايا كوبايتين من الدقيق، 3 بيضات، كوباية من الحليب، كوباية من الزيت، كوباية من السكر، باكت من البيكنج باودر، وباكتين من الفانيليا أو معلقة صغيرة. وبنضرب الزيت والسكر والبيض مع بعض، بنضربهم زي ما انتم شايفين كده كويس قوي لحد ما يتضاعف الحجم بتاعهم ويفتح كده لونهم. كمان هنضيف عليهم الفانيليا، وهضيف هنا معلقة بقى صغيرة من المحسن الجل. لو مش حابة تحطيها مفيش مشكلة، هو كان عندي بصراحة الكيس فأنا عايزة أخلصه يعني. وكمان هنضيف معلقة من الخل. المعلقة اللي أنا بعاير بيها المحسن الجل والخل هي معلقة صغيرة بس عميقة شوية، فتقريبا يعني زي المعلقة الكبيرة. فهضيف بقى محسن الجل، أنا حطيت نص معلقة منه صغيرة، وحطيت معلقة مليانة من الخل. تمام كده. وهنضرب بقى كل الكلام الحلو ده، مهم جدا ان احنا ندخل لها هوا بقدر الامكان. تمام، عشان تطلع هشة كده وجميلة معانا. الكيك ده أنا كنت سِبت على المنتدى مقاس كبير منّه للي حابب يعمله. مقاس الصينية كان تقريبًا 28 في 37، يعني مقاس الصينية كبير، يعني يأكّل يعمل يعني يعمل كام قطعة، ممكن 14، 15 قطعة يعني. تمام، وبس كده هنضيف بقى الحليب، وهنهدّي السرعة خالص، لو بالمضرب أو بإيدينا بالويسك زي ما أنتم عايزين، أو في الخلاط زي ما تحبوا. بعد كده ضفت كوبايتين الدقيق، وطبعًا دول كانوا منخولين وعليهم ذرة ملح، وقلّبت كويس أوي لحد ما كل المكونات دابت معايا. وعندي صينية مدهونة زبدة ومتبطنة بالدقيق، حطيت فيها الخليط زي ما أنتم شايفين كده، وهاخبطها خبطتين عشان تطلّع الفقاعات اللي فيها من جوّه. تمام. الوقت ده كان الفرن ساخن على درجة حرارة 180، وحطيتها في الرف اللي في النُص، وهاسيبها بقى لمدة نُص ساعة. تمام. نيجي هنا لمرحلة الكراميل بقى الحلو التحفة جدًا. الكراميل ده حلو أوي، ما تشتروش الجاهز، ده بيبقى أطعم بكتير. كوباية سكر، وهاسيبها في الطاسة زي ما أنتم شايفين كده لحد ما الحراف بتاعتها تغمق، يعني السكر يغمق كده من الحراف بتاعته. هابتدي إن أنا أنزّل فيه معلقة أو spatula أو أي حاجة. تمام، وابتدي إن أنا أقلّب بقى وأحرّك السكر. ما ينفعش أقلّب خالص وأفضل رايح جاي كده في السكر بالمعلقة أو spatula عشان ما يحجّرش معايا. تمام، باسيبه خالص لحد ما الحراف بتاعته تدوب. بعد كده هاضيف معلقة صغيرة من الزبدة، وهادوّبها برضه في السكر. وبعدين نضيف كوباية من الحليب، عليها معلقة صغيرة من النشا، ورشة ملح كمان علشان تضبط طعم الكراميل معانا. طبعًا هنا هو هيحجّر معايا شوية، لكن ما فيش مشكلة خالص، هو كده هيدوب. وبعد ما يدوب تمامًا وحسينا إن ممكن يكون فيه شوية كلاكيع بسيطة كده، هنشيلها بالمصفى. تمام. نيجي هنا للكريمة، أنا استخدمت الكريمة السايبة، طبعًا تقدري تستخدمي الكريمة بتاعة الأكياس وتمشي على حسب التعليمات اللي عليها. أنا هنا استخدمت كوباية من الكريمة السايبة، وعليها كوبايتين إلا ربع من المَيّة. الكريمة اللي عندي بترمي كتير، يعني لمّا باضربها بتعمل فوم عالي. تمام، فحطيت كوبايتين إلا ربع من المَيّة ومعلقة من السكر، معلقة كبيرة، وطبعًا المَيّة كانت متلجة. تمام. لحد هنا والكريمة ما فيهاش أي تكاليف خالص، ممكن تضيفي ليها إضافات تانية عادي جدًا تدّيها طعم حلو وبتبقى مميزة وحلوة برضه، لكن برضه ممكن تستغني عنها. أنا ضِفت ليها معلقتين كبار من الحليب البودرة، وممكن كمان تضيفي ليها معلقتين كبار من الكريم باستري، بيدّيها طعم حلو جدًا ومميز. تمام، نفضل نضرب فيها لحد ما يبقى معانا فوم عالي كده، وتكون تقيلة ما تكونش خفيفة خالص، علشان خاطر تتماسك معانا وتبقى شكلها حلو على الكيك. تمام كده، ونحطها طبعًا على الكيك بعد ما يبرد تمامًا. تمام كده، علشان برضه ما تسيحش معانا وتفضل متماسكة.
زي ما انتم شايفين كده انا فردتها على الكيك بعد ما ضفت لها الحليب، والحليب هنا ما كانش ليه اي اضافات خالص، ما حطيتش عليه حاجه علشان طبعا الكيك فيه سكر وكمان فيه كراميل، فما حبيتش الموضوع يزيد عن حده. تمام كده، بس كده. وبعدين ضفنا بقى الكراميل الحلو بتاعنا ده تحفة جدًا، الكيك دي رهيبة، طعمها لذيذ وغنية كده، وبصراحة ممكن تنفع في أي مناسبة، كمان تاخديها هدية حلوة أوي لأي حد، جميلة جدًا. بنفرد طبعًا الكراميل كويس على الكريمة، وطبعًا كل الحاجات دي بتكون بردت، تمام، الكراميل والكريمة كمان، والكيك عفوًا. طبعًا هنا تقدري تحطيها في صينية مستطيلة زي ما أنا عملت، وتقطعيها زي قطع الجاتوه كده بالضبط، بتبقى تحفة. شايفين الجمال؟ حلوة جدًا. طبعًا لازم تسيبيها في التلاجة لحد ما تتماسك ساعة، ساعتين، يعني ليلة كاملة. بصراحة بتبقى تحفة جدًا لمّا بتبيت لتاني يوم، أو تسيبيها شوية عقبال ما تيجي تقطعيها. والكمية اللي أنا استخدمتها للحليب من كيلو لربع الكيلو، طبعًا ما تقلليش عن كده علشان تديكِ طعم حلو للكيك. ودي الكيكة اللي إحنا نفذناها مع بعض، يعني طازة جدًا عايزة تخش التلاجة، فطبعًا نستنى عليها شوية تدينا طعم أحلى وتماسك أكتر. ودي اللي أنا نفذتها، اللي هي في القالب المستطيل الكبير، طبعًا زي ما أنتم شايفين متماسكة وحلوة وشاربة الحليب بتاعها تحفة جدًا. وبس كده يا حبايبي، ده كان الفيديو بتاعي النهارده، أتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه، وشكرًا على حسن المتابعة.